مشروع هيكسبك ذهب الزراعة فوق سطح بيتك. ما تسيبش سطح بيتك فاضي فوق، ابدأ نوع فيه الأشجار ونوع فيه النباتات، ازرع فيه ما تشتهي الأنفس. مشروع هيكسبك ذهب. ليه تروح تشتري كل حاجة من السوق لما انت تقدر تزرعها فوق سطح بيتك بطريقة سهلة ومضمونة؟ وأسهل حاجة الزراعة في المنزل. طبعا بالشكل اللي انتم شايفينه ده الخرطوم. لو انا مش فاضي ولا حاجة ببدأ اني اكب، والمية بتبدأ تكب المية، والمية بتبدأ تمشي في الخراطيم وتطلع في من الناحية التانية. ليه؟ ده التخزين بتاعي بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. المية بدأت تطلع من الناحية التانية. ده انا عامله تخزين لي علشان لو انا مش فاضي والزرع بدأ انه يعطش، المية الجالون ده بيبدأ يدي الى النبات ده الغذاء بتاعها او العطش بتاعها. فبنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده انا عامل 3 حواض ومجهزهم من الخراطيم، فيهم زرع فيهم ملوخية وزرع فيهم جميع ما تشتهي الأنفس، بس لسه ما أنبتش معانا. فصلى على النبي وازرع جميع الخضروات، ازرع في شباكك، ازرع في أي حتة تقدر تزرع فيها، ازرع فيها ما تسيبهاش. ازرع شتلات الطماطم من البذور، ازرع شتلات الفلفل بكل أنواعه من البذور، ازرع جميع ما يخص الخضار تقدر تزرعه بطريقة سهلة ومضمونة. أنا أدهم وهنزرع كل ما تشتهي الأنفس مع بعضينا فوق سطح بيتك. ما تسيبش سطح بيتك فاضي. زي ما انتم شايفين أنا زارع هنا أبسط الأمور، زرع فيه ماسورة وزارع في حواض، بس علشان الحواض ما تقدرش تعمل حواض زي كده وتبدأ تعبيها تربة وتبدأ تزرع فيها كده، انت هتضر السقف بتاعك. فانت لازم تحط عازل الى التربة علشان المية ما تنزلش على السقف. لو حابب تعمل ازاي الحوض ده من الاول بلوكة لحد ما تكمل الفرش بتاعك وتحط التربة، اكتب تم بالكومنتات وانا هبعت لك الرابط بتاع الفيديو. وادي تعبى القصيص بتاعنا يا جماعة، الحوض اللي احنا لسه عاملينه، علشان بعد كده بيبدأ يوزع لوحديه على التربة. واحسن حاجة النقطات اول هام ما بتديش مية كتيرة، يعني مش هتخرب لنا السطح بتاعنا، لا بتبدأ تنزل عن النبات على طول مباشرة. لو انت هتسمد برضو احسن حاجة عشان بتنزل التسميد على النبات على طول، يعني كأنه حقنة في الوريد. ونفس الشكل الجزاز اللي انتم شايفينه ده انا زارع فيها طماطم، بس لسه طبعا ما ظهرتش. وبدل ما تروح تشتري قصيصات، القصيص غالي، اكتب تم في الكومنتات وانا هبعت لك ازاي تزرع في شكاير. وطبعا انا حواليا الناس كلها زرع فوق سطح بيتها وجناين كتيرة، فانا من عشاق الزراعة في سطح بيتك. لو انت مهتم بالزراعة اكتب تم. وما تنساش تكتب برضو انت بتتابعنا من اي حتة في مصر وخارج مصر، وصلى على النبي وبس كده. والسلام عليكم.